اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد. من فترة كبيرة كان حصل تفجير في كنيسة ماري إلياس في دمشق في سوريا، وراح ضحيتها عشرات المسيحيين. ناس كان كل اللي هي بتعمله ان هي راح تصلي، ترفع ايديها لربنا، تطلب الستر، تطلب تسديد الاحتياجات، تطلب ملكوت السماوات. ولكن يد الشيطان الغاشمة طالتهم وماتوا هم بيصلوا، رافعين ايديهم بيصلوا لله، ولقوا نفسهم واقفين امام الله، امام العرش الالهي، يقولوا قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك. اعتقد مفيش كرامة احسن من كده ينالها هؤلاء الشهداء. ناس كتير جدا اتكلمت على موضوع تفجير الكنيسة، الجولاني نفسه اتكلم، ابونا زكريا، ناس كتير قوي اتكلمت، ناس كتير علقت، ناس كتير شافت ان اللي حصل ده ما هو الا شيطان اعمى بارهابه الاسود متقمص شخصية الجولاني. يعني الجولاني هو شيطان ملعون يفتك بالناس المسيحيين فقط. لكن الله الرحوم القادر على كل شيء الذي يحب الجميع يغفر للجميع أخذ أنفس هؤلاء الناس الشهداء إلى الفردوس، قال لهم تعالوا إلي يا مبارك أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. هل ده آخر تفجير؟ طبعا لا. النهاردة حصل تفجير تاني في منطقة اسمها منطقة الساحل في سوريا، عبارة عن كنيسة صغيرة، مش كنيسة كبيرة، يعني مش كنيسة بحجم كنيسة ماري إلياس، مكان صغير كده بيصلي فيه المسيحيين. وبعدين حصل ايه؟ وبعدين وهم بيصلوا الصبح دخل عليهم مجموعة من المسلحين التابعين لجماعة الجولاني، وكان معاهم بنادقهم وأسلحتهم، وكل اللي هم عملوه فتحوا النار عليهم وصفوهم، ولكن مش كلهم، يعني ضربوا ناس منهم وجريوا علشان ما يتمسكوش، وسابوا الباقي عايش. واللي مات تقريبا لحد دلوقتي 8 أو 9 مسيحيين في هذه الكنيسة اللي موجودة في الساحل. طيب الموضوع ده يا جماعة يعني مين يرد عليه؟ إلى متى يظل التفجير والقتل والسفك يفتك بالمسيحيين في سوريا؟ إلى متى يظل هذا الجولاني موجودا في هذا المكان وهو ليس أهلا للحكم؟ ده هو كان واحد داعشي، يبقى حاكم لبلد إزاي؟ توفيق عكاشة اتكلم على الموضوع بتاع الساحل ده، واتكلم على فكرة بالمناسبة على كنيسة ماري إلياس، وكان بيتكلم كلام قوي جدا، وبيقول ان الكنائس اللي بتتفجر في سوريا ربنا قادر ان هو يعني يفتك بالناس لأجل هذه التفجيرات. يعني ربنا قادر ان هو يهلك العالم كله بسبب التفجيرات دي. ما هو في الاول وفي الاخر الكنيسة دي بها بيت الله، وهل الله يقبل ان حد يفجر بيته؟ حاشا. وعشان كده ده من رحمة ربنا علينا ان هو ساكت، يعني من رحمة ربنا ان هو ساكت، وهو مش ساكت يعني متغافل او مكبر دماغه، لا، هو بس مستني الميعاد المناسب اللي هيجي فيه يفتك بهؤلاء الناس. هو بس ربنا مستني الميعاد المناسب اللي يمسك فيه الناس دي ويقطع اعناقهم كلهم، واولهم الجولاني وجماعته. 8 أو 9 شهداء النهاردة، 8 أو 9 من الشهداء، وعلى فكرة فيهم طفل صغير. 8 أو 9 ما ذنبهم؟ ما لهمش أي ذنب في أي حاجة غير فقط إن هم مسيحيين بس. ما لهمش ذنب في أي حاجة غير إن هم فقط مهتمين بصلواتهم، رايحين الكنيسة يصلوا بس. هل هي دي الجريمة اللي بقت موجودة دلوقتي؟ زمان كنا بنسمع إن الجرايم دي
سرقة وقتل. لكن دلوقتي الجرائم بقت ايه؟ بقت مسيحية وصلاة وكنايس. بقت مسيحية وصلاة وكنايس. سوريا بقت ما تنفعش ان حد يعيش فيها. صدقوني حتى المسلمين نفسهم كانوا بيشتكوا من الوجود هناك. فجماعة الجولاني النهاردة ما بتفرقش بين مسلم ومسيحي، هي بس بتبص من مؤيد من معارض، بس كده خلاص. هو ده اللي هي بتدور عليه جماعة الجولاني. وبالتالي اي حد معارض ملناش علاقة بديانته. ده من الاخر، احنا ملناش علاقة بديانته، ولكن احنا لينا علاقة هل هو مؤيد ام هو معارض، هل هو معانا ولا هل هو علينا. من هنا يبدأ القرار. توفيق عكاشة كمل كلامه وقال اللي حصل ده ربنا هيحاسب عليه، ولحد ما ربنا يحاسب عليه لازم الدول الكبيرة تحاسب عليه. أين المجتمع الدولي؟ وهو شايف الناس بيحصل فيها كده. أين المجتمع الدولي وهو شايف الناس بيفتك بيهم يوم بعد يوم؟ أين المجتمع الدولي اللي بينادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية اختيار الديانة؟ أين الناس دي كلها؟ ولا بيجوا وقت المشكلة بيختفوا؟ وبعد كده وجه رسالة للجولاني وقال له انت بتكتب نهايتك كل يوم بإيدك، انت عمال تقرب نهايتك كل يوم، تقرب وتقرب وتقرب، ولهذا عايزك تشبع من ايامك اللي انت موجود فيها دلوقتي وعايشها دلوقتي، لان الايام اللي جاية انت حرفيا مش هتعرف تشرب كوباية مية بسبب اللي انت هتكون فيه، مش بسبب امراض او تعب، بل بسبب انتقام الله منك انت وجماعتك. وان كان الله يسمح النهاردة ان انت ايدك تمتد لكنيسة في منطقة الساحل وتفجرها وتقتل 9 فيها منهم طفل، فانا عايزك تعرف ان الله اللي سمح بانك تعمل كده هيسمح ايضا ان انت كل اللي يشوفك يقتلك وتبقى كأنك قايين في نفسك. ولما قال على نفسه ان هو خايف لان كل اللي هيشوفه هيقتله وهيفضل هربان طول العمر. لكن الله بمحبته وقوته وعدله هيفتك بيك قريب قوي انت وكل جماعتك. بنعزي كل أسر الشهداء اللي استشهدوا النهاردة في كنيسة منطقة الساحل في سوريا، ونقول لهم تزعلوش، دول في مكان أفضل، وصلوا للسيد المسيح، هم دلوقتي واقفين قدام العرش بيسبحوه ويمجدوه ويقولوا قدوس 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 رب الصباؤوت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.